السلام عليكم. بتبدأ أحداث الفيلم بحرامي اسمه توم بيسرق ظرف أصفر من خزنة، والأمن بيشوفه وبيجري منهم وهم بيجروا وراه لحد ما بيهرب لمبنى عالي، لكن بيظهر له شخص وبيقع توم وبيموت، وبتيجي واحدة وبتاخد الظرف من جيبه وبتمشي. وبترجع بينا الأحداث لكام سنة، وبنشوف فنانة تشكيلية بتعلم ابنها أوليفر الرسم وبتساعده إنه ينمي قدراته، وبيبان إنهم مرتبطين ببعض جدا، وبيروحوا سوا للمعارض وبيتفرجوا على اللوحات الفنية. وفي البيت أمه بترسم لوحة لنفسها مع أوليفر وبتعجبه جدا، لكن للأسف بتبقى دي آخر لوحة ترسمها لأنها بتموت بعدها. وبيحزن أوليفر جدا وبيرفض إنه يروح لدار الرعاية، وبيهرب وبيروح ينام عند قبر أمه، وبيقرر إنه يعيش لوحده وبيتنقل بعدها من مكان لمكان لحد ما بيكبر. وفي يوم وهو نايم في معرض اللوحات الحارس بيشوفه وبيزعق له لأن دي مش أول مرة يبات فيها في المعرض، وبيجري وراه، لكن أوليفر بيقدر يهرب منه بسبب مهارته في الجري وسرعته العالية. وبنعرف إن أوليفر بيرسم لوحات جميلة ومميزة على جدران المباني وأسطح البيوت وفي الشوارع، والناس كلها بيكونوا عارفينه باسم تويست. وفي طريقه بيشوف شرطي مرور بيدي واحدة مخالفة لأنها راكنة غلط، فبتعتذر له وبتقول إنها كانت بتشتري علاج لابنها، لكنه بيرفض اعتذارها. فبيتعصب تويست وبسرعة بيروح يرسم على عربية الشرطي علشان يشغله عنها، وفعلا الشرطي بيشوفه وبيتعصب وبيحاول يمسكه لكن ما بيعرفش وبيقع. واتنين من الشرطة بيجروا وراه وبتشوفوا بنت اسمها دوج وزميلها بايتس، وبيلاحظوا سرعته العالية في الجري وبيتابعوه لحد ما بيقدر يهرب من الشرطة، وبيروحوا وراه وبيعرفوه بنفسهم وبيقولوا له انهم عارفينه وشافوه قبل كده وهو بيرسم على الجدران. وفي اللحظة دي بتشوفهم الشرطة وبتطاردهم هم الثلاثة، وبيتسلقوا المباني بمساعدة زميلتهم نانسي وبياخدوه على المقر بتاعهم. وبيقابل زعيمهم فيجن، ودوج بتعرفه بتويست وبتحكي له ازاي هرب من الشرطة وما يقدروش يمسكوه، وانه سريع جدا وبيقدر يوصل لاماكن محدش بيقدر يوصل لها، وهيكون بالنسبة لهم مكسب لو انضم لفريقهم. بس تويست بيرفض يشتغل معاهم لما بيعرف انهم بيسرقوا، وبيفهمهم انه فنان. وقبل ما يخرج بيلمح لوحة وبيقول لفيجن انها مرسومة بدقة زي الاصلية اللي معروضة في المعرض، فبيرد عليه فيجن وبيقول ان دي اللوحة الاصلية واللي هناك تقليد، وطبعا بيتصدم. وبيمشي وبتقابله نانسي وبيشكرها على مساعدتها ليه، وبيبان عليه انه معجب بيها. وبنشوفه وهو قاعد فوق مبنى وبردان وحاسس بالوحدة وباصص لرسمة امه. في نفس الوقت بيكون فيجن مجمع فريق وبيتعامل معاهم كأنهم عيلة وبياكلوا كلهم سوا. وتاني يوم بيرسم تويست على مبنى كبير رسمة جميلة جدا، وفيجن وفريقه بيراقبوه من بعيد وبيقول لهم ان تويست مفتقد للحب والعيلة، وبيطلب من نانسي انها تروح له وتعزمه عندهم. وبتفضل تنط من مبنى لمبنى بمنتهى السرعة والرشاقة لحد ما بتوصل له وبتمدح في رسمته الجديدة، وبيتكلموا مع بعض وبيوري لها رسوماته اللي كان بيرسمها وهو صغير. فبتنتهز الفرصة وبتعزمه على العشاء عند فيجن وبتمشي. وبنروح لفيجن اللي بيستقبل في مكتبه واحدة اسمها ديكسي محترفة في سرقة اللوحات، وبيسألها عن توم فبتقول انها خلصت عليه لما فشل في مهمته. وبتطلع الظرف اللي خدته منه وبيديلها المبلغ اللي متفقين عليه، لكنها بترفض تديله الظرف وبتشترط عليه انها تكون شريكة في المهمة الجديدة، فبيضطر ساعتها انه يوافق. وبتقوله انها عارفة ان الظرف ده مهم بالنسبة له علشان كده هتخليه معاها لحد ما العملية تتم وبتمشي. وبيروح تويست عزومة العشاء وبيلاقي فيجن مجمع فريقه كله، فبيشكرهم على دعوته وبياكلوا كلهم مع بعض. وبيعبر له فيجن عن اعجابه برسوماته، وبيقولوا انهم هنا بيعملوا كل اللي نفسهم فيه لكن مع بعض ومحدش بيشتغل لوحده. ونانسي وزمايلها بياخدوه وبيخرجوا سوا، ولما بيرجعوا بيقعدوا مع فيجن وبيكلمهم على العملية الجديدة وانهم هيسرقوا لوحة لويليام هوجرت، وبيعرفهم بشخصية دكتور كريسبين خبير لوحات القرن ال18، وبيقول لهم على كل تحركاته من ساعة ما بيصحى والقهوة اللي بيشربها والجيب اللي دايما بيحط فيه تليفونه. وبتبقى مهمتهم انهم ياخدوا تليفونه علشان يخترقوه وينزلوا كل اللي عليه ويرجعوه تاني لجيبه قبل ما ياخد باله. فبيسألوا تويست هو ليه هيعمل كده، فبيرد عليه فيجن بان كريسبين اخد منه كل حاجة وسرقه وجات الفرصة انه يرد له اللي عمله. وبيعرف نانسي انها تخبط فيه وتوقع قهوته على جاكيت البدلة، واثناء ما بتنضفها هتدي التليفون لتويست اللي هيجري بسرعة جدا ويسلمه لدوج وبايتس، وياخدوا اللي عليه بسرعة ويرجعوه لتويست علشان يديه لنانسي وترجعه في الجيب. لكن لما بينفذوا الخطة بتفشل نانسي انها تعطل كريسبين وقت كفاية، وتويست بيبقى مستني ياخد التليفون بس كريسبين بيركب تاكسي وبيكتشف ان تليفونه مش موجود وبيدور عليه. وهنا بياخد تويست التليفون وبيروح له بسرعة وبيركب جنبه في التاكسي وبيرمي التليفون جنب رجله وبيلاقيه، وبيعتذر له تويست انه ركب التاكسي وما كانش شايفه، وبينجحوا في اول
اول خطوه، وبيتجمعوا كلهم مع فيجن اللي بيعرفهم الخطوه الجديده، وبيقول البايتس يستمر في اختراق تليفون كريسبين ويعرفوا كل خططه، وبيقول لنانسي انها هتقابل كريسبين في معرضه على اساس انها طالبه بتدرس فن، وبيديلها مجموعه كتب علشان تعرف معلومات عن الفن وتتعلمه، وبيكلف تويست انه يساعدها، فبياخدها المعرض لوحات وبيسمع رايها في اللوحه اللي كان بيتفرج عليها مع والدته زمان، ونانسي بتعبر عنها بشكل مثالي، فبيستغرب ان عندها حس فني من غير ما تتعلم، وبيقدروا يجيبوا خريطه معرض كريسبين، وفيجن بيوريهم شكل لوحه ويليام هوجرت اللي هياخدوها، وبيعرفهم ان كريسبين سرقها، وانه زمان قدر يجمع هو واحد اسمه اسحاق سليمان مجموعه لوحات اصليه وعملوا لها مزاد، لكن كريسبين غدر بشريكه واخد كل اللوحات وادعى انها اتسرقت. في الوقت ده بتوصل ديكسي وفيجن بيعرفها بتويست، وبيبداوا مهمتهم بمقابله نانسي لكريسبين في المعرض، وديكسي بتديلها قنبله صغيره تحطها على ماسوره الميه في الحمام، وفعلا نانسي بتقابله، لما بتدخل الحمام القنبله بتقع منها، وبتتصل بالفريق وبيضطر تويست انه يروح لها بسرعه بقنبله تانية، ودوج بتكلم كريسبين وبتلهيه لحد ما تويست يدخل لنانسي، وفعلا بينجحوا انهم يحطوا القنبله وبيخرج تاني، وكريسبين بيشك في نانسي وبيخلي الحارس بتاعه يفتش شنطتها، فبتتعصب عليه وبتمشي، واول ما بيخرج كريسبين من المعرض دوج بتشغل القنبله وماسوره الميه بتتكسر وبتغرق الدنيا، وفيجن بيبقى مبسوط من نجاحهم وبيسمح لهم يخرجوا، وبيقول لهم انهم لازم يكونوا مستعدين تاني يوم بدري، وبنشوف تويست مع نانسي وهما بيقضوا مع بعض وقت جميل وبيقربوا من بعض اكتر، ولما الحارس بيشوفهم بيطلعوا يجروا، ولسوء حظ تويست بيمسكوا الشرطي، ولما بياخدوا الاسم الشرطه بيقعد معاه 2 من الشرطه، واحد فيهم بيوري له صوره فيجن وبيقول له انهم عارفين انه بيخطط لعمليه جديده، وبيسالوه اذا كان يعرفه، وطبعا تويست بينكر، وبيوري له صوره ديكسي وبعدها صوره توم وهو ميت، وبيقولوا ان ده مصير اللي بيشتغل معاهم، فبيعرفوا تويست انه ما شافش حد منهم قبل كده، والظابط ساعتها بيسمح له انه يمشي، وبيروح تويست المقر فيجن، وديكسي بتساله كان فين، فبيقول لها انهم قبضوا عليه علشان رسم على عربيه شرطي المرور، لكن هي بتكون شاكه انه بلغهم بالعمليه، وفي اللحظه دي بايت بيرصد مكالمه لكريسبين مع شركه نقل علشان تنقله لوحاته، لان ماسوره الميه اتكسرت والمعرض اتغرق، وبيبداوا يخططوا ان بايتس يستخبى في صندوق من صناديق الشحن، فبيقرر تويست انه يدخل الصندوق مكانه، وبتديله دوج قنبله غاز لو ساءت الامور، وبتيجي شركه الشحن ونانسي بتسلمهم الصندوق اللي فيه تويست على انها موظفه في الشركه، ولما بيمشوا بتشيل اليافطه وبتقفل المكان، وبيروحوا معرض كريسبين وبيشحنوا اللوحات بتاعته، وبيلاحظ ان في مشارك معاه في المعرض الدولي، والمندوب بيقول له على اسم الشركه، وبيخلي المساعده بتاعته تبحث عن الاسم على النت، لكن ما بتلاقيش حاجه بالاسم ده، فبيخرج بسرعه علشان يلحق عربيه الشحن، بس بيلاقيهم مشيوا، وبيخرج تويست من الصندوق، وبايتس ودوج بيوقفوا العربيه، وبيبقوا لابسين زي عمال صيانه من الحي وشاغلين الطريق، وهنا بيتصل كريسبين بعربيه الشحن وبيبلغهم انهم بيتعرضوا للسرقه، فبيجروا بسرعه بالعربيه، وتويست ما بيلحقش ياخد اللوحه وبتقع منه قنبله الغاز، فبيقرر ينط من العربيه، وبيلاقي نانسي وديكسي اللي بتنزل من العربيه بالمسدس، وبتساله عن اللوحه، فبيقولها انه ملحقش ياخدها، وهنا بتيجي الشرطه فبتطلب منهم يرجعوا للمقر، وهي بتضرب رجال الشرطه كلهم، وبيهرب تويست، لكن بيشوف ديكسي بتحط بايتس في شنطه العربيه وبتمشي، وما بيقدرش يلحقها، وقبل ما تويست يدخل لفيجن بيبعت له الضابط صوره لديكسي وهي مموته توم، فبيتصدم، وبيدخل لفيجن وبيساله ايه اللي حصل لتوم، فبتقول له دوج انه وقع من فوق المبنى ومات، وهنا بتدخل ديكسي وبتضرب تويست وبتتهمه انه بلغ الشرطه عنهم، لكن نانسي بتتصدى ليها وبتدافع عنه، فبتتعصب ديكسي وبتاخدها جوه، وبنعرف هنا ان ديكسي تبقى ام نانسي بالتبني، ودوج بتقلق على بايتس اللي ما بيردش عليها، فبيقولها تويست ان ديكسي موتته زي توم، وبيوري لهم الصوره اللي بعتها له الضابط، ودوج بتتصدم وبتشوف ديكسي جايه وماسكه نانسي، وبتقول لها ان كلامه صح وبترفع عليهم السلاح، ففيجن بيقول لها ان خلال 4 ساعات هيكون عامل خطه جديده علشان يجيبوا اللوحه، ولازم تسيبهم لان كلهم هيشاركوا فيها، واول حاجه بيعملوها في الخطه الجديده ان دوج بتقدر تنسخ الرقم السري للمكان اللي هيتعمل فيه المزاد للوحات، وده من على بدله الحارس، وبتدي لتويست. بعد كده بيحضر فيجن المزاد مع نانسي وهم متنكرين، ومعاهم ديكسي ودوج بتلبس شرطيه، وبتدخل المكان وبتدخل تويست علشان ينزل من فتحه الاسانسير اللي هتوصله للوحه، وبيعدي فيجن من جنب كريسبين وبيحط له سلاح جنبه من غير ما يحس، وكريسبين بيبقى مطمن ان الشرطه موجوده في المكان ومأمنه المزاد، واول ما بيعرضوا اللوحه في المزاد فيجن بيدي اشاره لدوج فبتتصل بكريسبين، ولما بيجي يمسك تليفونه بيلاقي نفسه ماسك مسدس، فبتحصل فوضى في المكان، وبياخدوا اللوحه بسرعه علشان يحطوها في الخزنه، وكل اللي في المزاد بيطلعوا بره، وديكسي بتبقى واقفه مستنيه، وبتروح تاخد فيجن ونانسي وبيمشوا المكان تجمعهم، وبنشوف الامن واخدين اللوحه وبيحطوها في الاسانسير علشان ينزلوها للخزنه، وبيقدر تويست يدخل الاسانسير ويشوش الكاميرا وياخد اللوحه، والظابط بيكتشف ان اللوحه اتسرقت، وبيشوف تويست وهو بيهرب وبتساعده دوج، وبيطلعوا فوق المبنى وبيجروا، والشرطه بتجري وراه
وراهم لكن بيقدروا يهربوا، وبايتس بيكلم دوج في التليفون وبيطمنها عليه وبيقول لها ان ديكسي حاولت تموته وبيحذرهم منها. وفجأة بتلاقي تويست اختفى، فبتروح لمكان تجمعهم وبتقابل فيجن وديكسي اللي بتبقى ماسكه نانسي وبتهددهم بيها، وبيوصل تويست وكمان بايتس، وتويست بيهدد ديكسي انه هيرمي اللوحه لو ما سابتش نانسي، فبترفع عليه السلاح وبتنادي كلبها، فبيخاف منه تويست وبتاخد اللوحه من ايديه وبيشوفها فيجن علشان يتاكد منها، لكن تويست بيقول لهم انها مش الاصليه وبيوري لهم نفسه وهو بيرسم واحده زيها بالظبط، وبيقول لديكسي تسيب نانسي ولما يمشوا هيكلمها ويقول لها مكان اللوحه الاصليه فين، وفيجن بيخليها تنزل سلاحها وتسيبهم، ولما بيمشوا بتضرب فيجن بالنار لانه السبب في كل اللي حصل، وبتروح وراهم وبترفع عليه السلاح وفجاه بتتصاب، بيطلع فيجن لسه عايش وهو اللي ضربها، وبيتصل تويست بالظابط وبيقابلهم في مطعم وبيسيب لهم مفتاح وظرف اصفر، وبيجري وبيلاقوا جواه دليل يثبت ان كريسبين حرامي وانه مش الملك القانوني للوحه، وكمان سارق لوحات اصليه كتير، وبيعرفهم على مكانها السري وبيلاقوه سايب لهم اللوحه اللي بتبقى متعلقه قدامهم في المطعم، وبيظهر كريسبين في الاخبار وهو مقبوض عليه، وبيقولوا ان جميع اللوحات المسروقه تعود ملكيتها لتاجر الفن اسحاق سليمان، والمفاجاه انه بيطلع فيجن وبيعلنوا عن لوحه غامضه وصلت للمعرض الدولي مع باقي اللوحات، وهنا بنعرف ان تويست وهو في عربيه الشحن حط اخر لوحه رسمتها امه في وسط اللوحات واتعرضت في المعرض الدولي، وبيفرح تويست انه حقق حلم امه ولوحتها اتعرضت في المعرض، وبعدها بيقرر انه يرتبط بنانسي وبيعيش مع الفريق وبيعتبرهم عيلته الجديده. لو عجبكم الفيديو يا ريت تشتركوا معانا في القناه وتفعلوا جرس التنبيهات وتعملوا لايك وشير للفيديو، وتكتبوا لنا في التعليقات عن اي مسلسلات او افلام حابين ان احنا نلخصها لكم الفتره اللي جايه.